مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع. هذه الاستقالة هذه لازم نروحوا لها، ولكن في نفس الوقت لازم نشوفوا، لازم نقعدوا في الشرعية. قلنا بأن لو يستقل الرئيس شكون يخلفوا رئيس مجلس الأمة. رئيس مجلس الأمة مانيش عارف ولا مليح ولا ماشي مليح، راهو يمثل السلطة وراه من لا راندي. دونك نظن حسب انا نقول، نتكلم على نفسي فقط، باسمي فقط. انا نقول ما نقبلوش، انا شخصيا سي بن صالح ما نقبلوش باش يخلف رئيس الجمهوريه. ما قلتش ماشي مليح هذا الانسان، ولكن بما واش يمثل فهو نظن جزء من النظام. راهو في النظام منذ 20 سنه ولا شحال. ما يجوش في هذه الفتره هذه الحساسه صافي ديليكا. وانا واش قلت يعني باسكو ما فهمونيش مليح في الفوروم. قال لك وبالتالي لالماس قال بان نخرجوا واحد من ثلث الرئاسي اللي راه في مجلس الامه باش يخلفوا. لا ما قلتش هكذا، قلت ندخلوا شخصيه جديده محترمه تعين، ثم عندها مصداقيه، تعين من طرف رئيس الجمهوريه اللي مازال ما استقالش، في اطار ثلث الرئاسي، يعين في اطار الثلث الرئاسي. في واحد الجرايد ذكرت حتى زروال او يعينوا ديسيدور. لا انا باش نقولوا لا معليش رئيس الجمهوريه، معليش نزيدوا نحملوا له شويه هذا العيب هذا. قال التضحيه كما قالوا جماعه، قال الرئيس راهو مازال ما تستقلش، ندخلوا شخصيه جديده معترف بها عندها قبول شعبي، يدخل في اطار ثلث الرئاسي داخل مجلس الامه، ينتخب عليه من طرف اعضاء مجلس الامه كرئيس خلفا للسيد بن صالح ليستقيل. ومن بعد هنا سواء نديروا حكومه جديده من التكنوقراط الى اخره، مستقله على السلطه كذلك بالتوافق من الحراك الشعبي ومن الشعب. بعد ذلك هنا الرئيس نقول له بركات يستقيل ويخلفوا هذه الشخصيه اللي دخلناها في اطار اللي خلفوا. وطبعا الوقت يضيق، وهذا عمليه قصيره في نقدروا نديروها في 48 ساعه. وهنا مليح دور الرئيس يكون مليح. وعلاش هنا نقدروا نقولوا بان او يرافقنا في ايجاد الحل السلمي لاقل تكلفه، والحل الدستوري مؤشرات. شكرا لكم لمتابعه الفيديو، ولا تنسوا الاعجاب به